السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الدراسة والمدارس بدأوا، مفيش أحلى من إن احنا نعمل شوية فيتوتشيني متغرقة كده صوص شوكولات سخن مولع كده تدفينا وتغير لنا المود. بصوا الجمال والحلاوة مع شوية موز كده فوقيها وشوية حليب مكثف، كوباية دقيق كبيرة عليها كوب حليب، أنزله كده تدريجيا وأحط عندي 3 معالق سكر صغيرين يعني بس تملي المعلقة شوية، وابدأ ان انا اقلبه كويس جدا. هي دي العجينة، شفتوا سهل ازاي يا جماعة؟ بسيط جدا ومش هياخد منك اي وقت. ابدأ ان انا امزجه كويس جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده، واتأكد ان ما كانش فيه اي تكتلات خالص. انا كان عندي عمل تكتلات، فقمت جبت المكسر وضربته فيه كويس جدا عشان ما يكونش فيه اي تكتلات خالص. وجبت القمع ده فضيته فيه طاسة بقى سخنة، اكون طبعا مسخناها سنة بسيطة خالص، احط فيها طبعا الكمية بتاعتي وافردها واسيبها بقى خالص لحد ما تتشمع من تحت. احنا مش عايزينه ياخد لون، احنا بس عايزينه يتشمع من تحت كده تشميع بسيط عشان اقدر ان انا اقطعه عندي زي ما انتوا شايفين كده. اتاكد ان هو استوى بس، واكرر بقى العمليه دي في الكميه اللي باقيه عندي كلها زي ما انتوا شايفين كده. ابدا بقى ان انا اقطعه كده مع بعض زي كاني بقطع مكرونه سباكيتي زي ما انتوا شايفين كده، وابدا ان انا بقى افرقهم عن بعض كده. كده احنا خلصنا الفيتوتشيني. اي صوص بقى عندك، انا كان عندي صوص شوكولاته، حطيت الاول حبه موز. في الأثناء دي كنت بسيح صوص الشوكولاتة، جبت بقى صوص الشوكولاتة وبدأت أحط عليها من فوق. يا خرابي لو تعرفوا قلبي كان عامل ازاي وقتها. وانزل طبعا صوص الشوكولاتة، واحط بقى عليها شوية حليب مكثف كمان، يا خرابي، وشوية شوكولات شيبس كده. يخرب بيت الجريمة اللي احنا عملناها. تنفع في أي وقت وجميلة وسهلة وبسيطة، وألف هنا وشفا. متنسوش اللايك والشير